تخيل يكون في مصنع يشتغل بدون ما حد يتحكم فيه، والشيء هذا مو بخيال علمي او شيء في المستقبل، لا، الشيء هذا موجود اليوم. انا موجود في صنع في الامارات داخل جناح ادنوك. في المكان هذا نشوف مصانع لاول مره نشوفها. هني الذكاء الاصطناعي مو بفكره، لا، هو اللي قاعد يدير الانتاج. الانظمه تراقب كل شيء من اول خطوه لين المنتج النهائي. القوي في الموضوع ان الذكاء الاصطناعي يقدر يكتشف الاخطاء او المشاكل قبل لا تستوي اصلا. يعني ببساطه المصنع بروحه يفكر ويقرر ويعدل نفسه بنفسه. اذا الطلب زاد الانتاج يزيد، واذا قل يقل بدون اي تدخل بشري مباشر. هذا كله جزء من تحول اكبر. ادنوك قاعده تستخدم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي عشان تطور الصناعه وترفع الكفاءه. يعني مش بس انتاج اسرع، لا، انتاج اذكى وادق واقل الهدر. اليوم الصناعه ما تحتاج بس عمال، تحتاج ذكاء اصطناعي وبيانات وتكنولوجيا. اللي قاعد اشوفه اليوم مو بمستقبل بعيد، هذا اللي قاعد يستوي الحين. الحين في سؤال واحد، والسؤال هو مو بهل التكنولوجيا بتغير في الصناعه، هل انت جاهز تكون منها؟